مرحبا بكم في قناتنا. أيوب معتصم. أولا، لا تنسى الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في المزيد إن شاء الله. قصة واقعية. العروس المظلومة. الجزء الأول. سأحاول ألا أطيل عليكم في قراءة قصتي، ولكن السنوات التي قضيتها في عذاب لا يمكن اختزالها ببضع كلمات على الورق. فأنا فتاة خلقني الله على قدر كبير من الجمال، بوجه مستدير وشعر فاحم يتخطى ظهري في انسداله. اسمي خديجة، وكان عمري مع بداية قصتي 26 عاما. حينها كانت الابتسامة لا تفارق شفاهي، والجميع يلتفون حولي لخف ظلي ودعاباتي الكثيرة. وذات يوم أثناء سيري مع أمي بإحدى المولات في مدينة الجديدة، رأني شاب مليح القسمات، فاقترب منا في خطوات جريئة وسأل أمي إن كنت مرتبطة أو متزوجة أم لا. فنفت أمي ذلك، فطلب منها العنوان وأخبرها أنه سيحضر أسرته غدا لخطبتي، وحدثها عن وضعه المالي الكبير وعائلته العريقة وسيارته الفارهة. ففرحت أمي كثيرا واعتبرت أنه هدية لا يمكن رفضها. وبالفعل انتظرت أسرتي العريس في اليوم التالي وهم على أحر من الجمر، والغريب أنه جاء وتقدم، فلم يكن ما فعله مجرد مزحة، وقد جاء معه بعض أفراد أسرته، ولكن لم تأتي أمه. وحينما اتفق العريس أو فارس، فقد كان هذا اسمه مع أبي، لم يعارضه في شيء، ولكنه أصر على الزواج في خلال أسبوع واحد. كان كل شيء معد، القاعة محجوزة والمنزل متكامل، وحتى فستان العرس تعجبت لأصراره على الزواج. ولكن أمام رغبة أبي وأمي الشديدة وافقت، وبالفعل في اليوم التالي تم كتب الكتاب، وبعدها بيوم أخذنا لنرى منزله. كان بالطابق الثاني، ولم يقل جمالا عن منزل أسرته كأنه فيلا مصغرة. كان الأثاث رائع والتابلوهات غاية في الأناقة. عدت من هناك سعيدة، وبعدها بأيام قليلة تم الزفاف. قبلها أخذتني أختي الكبرى وجلسنا وحدنا، وأخبرتني عن تلك الليلة وما يجب أن يتم بها. وبالفعل بعدما عدنا من الحفل هيأت نفسي لذلك، ولكن فارس تركني ونام، فظننت أنه مرهق من تعب اليوم ولم أكترث ساخ. ولكن مر اليوم الثاني بنفس الطريقة، نزل عند أسرته وصعد وقت النوم، وأيضا لم يقترب مني. وفي اليوم الثالث نزل إلى عمله، وتكرر ما حدث في اليومين الماضيين. ظل الأمر هكذا قرابة أسبوع، وأنا لا أعرف السبب ولا أتحدث معه في شيء. وبعد أسبوع جاءت صور الزفاف وشريط الفيديو، فصعدت لانا أخته الصغرى كي تجلبهم لي. وأثناء تشغيلي للشريط لاحظت أن ريم ابنة عمه كانت الوحيدة العابسة طيلة حفل الزفاف. فسألت لانا عن السبب، فقالت لأنها كان يجب أن تكون مكانك. فصعقت من الإجابة وطلبت منها أن توضح لي، فقالت لي أنها كانت تظن أني أعلم، وتحت إصرار وضغط مني أخبرتني، ولكن طلبت مني أن أتظاهر بعدم المعرفة. لقد كان فارس وريم يحبان بعضهما البعض منذ الصغر، وعندما كبرا تمت خطبتهما، ولكن قبل الفرح بأسبوع واحد اختلفا على شيء تافه. فقالت له ريم في ساعة غضب أنها لا تريد الزواج به، وكنوع من الانتقام قال لها أنه سيتزوج من هي أجمل منها في نفس اليوم وفي نفس الفندق وعلى نفس الأثاث التي اختارته بنفسها. هنا شعرت أن الدنيا تلف برأسي، وأنني في كابوس مزعج ولا بد أن أستفيق منه. حينها كرهت فارس وكرهت ريم وكرهت نفسي، وذلك المنزل الذي اعتبرته مملكتي كرهته. هنا انتهى الجزء الأول من قصتنا. إذا أعجبتكم القصة اشترك في القناة لنقوم بنشر الجزء الأخير من القصة.